سلام ومرحبا بكم. اليوم راح نحضروا وصفة الكباب، وصفة جزائرية تقليدية وما كاش اللي ما يحبهاش. نبداو مع بعض بالمقادير. عندي 3 ملاعق زيت، عندي بصلة، عندي معدنوس، عندي حمص، وعندي كذلك التوابل. نحط هنا الزيت، نزيد معاها قطعة تاع الزبدة، ونحط قطع الدجاج تاعي يتقلاو هكا. نحاول نقليهم ونقلبهم في كل مرة. نضيف فيما بعد بصلة مفرومة، ونزيد نخلي هاد البصل مع الدجاج يتقلى لي مليح ويطلق الماء نتاعو. وفي كل مرة نقلب هاد القطع تاع الدجاج اللي عندي. نضيف التوابل، انا حطيت هنا راس الحانوت، حطيت الملح وكذلك فلفل اسود. نخليهم يتقلاو كذلك ونقلب في كل مرة باش تنطلق البنة تاع لي زيبيس. من بعد نضيف شويه حميصه حسب الرغبه، عود قرفه، نخليهم يتقلاو ونضيف الماء في الاخير. نمرق ونغطي عليه ونخليه يطيب على نار هادئه. جانبا جبت بطاطا قطعتها على شكل فخيت ونروح نقليها هكا بهذا الشكل ونحطها جانبا. من جهه اخرى نحي هذوك الكويس اللي كنت حطيتهم في المرقه، ونجيب شويه زبده ندهنهم وندخلهم في الفرن يتحمروا. من بعد نجيب 3 حبات بيض ونزيد لهم شويه معدنوس وشويه ملح، ونخلط البيض. نروح للمرقه تاعي اللي كنت نحيت لها لي كويس، نحط لها هذيك لي فخيت اللي كنت قليتها هكذا، ونضيف لها البيض والمعدنوس من الفوق، وكل هذا اكيد على نار هادئه. نخليو البيض تاعنا يطيب على غرضو. هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. الوصفه تاعنا راهي في صحن التقديم. شوفوا البنه في صوره، صدقوني الطعم المذاق تاعها رائع جدا والدجاج يذوب في الفم. هنا نكون وصلنا لاخر الفيديو. ما تنسونيش تعليقاتكم، شاركوني ارائكم في التعليقات، وما تنسونيش بلايك، شير، مشاركه مع الاصدقاء. والى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله.